شعبان الصياد. الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد واحد من كبار قراء القرآن الكريم في مصر والعالم الإسلامي، ومن أهم رموز مدرسة التلاوة المصرية اللي بتتميز بصوتها القوي وأدائها المقامي المؤثر. اتولد يوم 20 سبتمبر سنة 1940 في قرية سراوة بمركز أشمون في محافظة المنوفية. كبر في بيت بيحب القرآن وختم حفظ القرآن الكريم كله وهو عنده 7 سنين. دخل الأزهر الشريف من وهو صغير، درس في معهد منوف الإزهري، خد ليسانس أصول الدين شعبة العقيدة والفلسفة من جامعة الأزهر بتقدير جيد جدا. بدأ القراءة في المناسبات العامة قبل ما يكمل 12 سنة. اتأثر بأسلوب كبار القراء وخصوصاً مصطفى اسماعيل. اتعرف من صغره بقوة صوته وتمكنه من المقامات. اتعين قارئ في الإذاعة المصرية سنة 1975. اتعين قارئ في مسجد الشعراني في القاهرة. بقى من الأصوات الأساسية في إذاعة القرآن الكريم. سافر لبلاد عربية وإسلامية كتير كقارئ وبيمثل مصر. ومن ألقابه صائد القلوب وأمير المقامات وأسطورة القراء، وده بسبب اللي تميز بيه من أداء قوي ونقلات مقامية مفيش زيها. من أهم ملامح أسلوبه في الجراية قوة القرار والجواب، نفسه طويل في الأداء، متمكن من المقامات وبيتنقل بينها بثبات، متأثر بشكل واضح بمدرسة الشيخ مصطفى اسماعيل، بس ليه شخصية مستقلة ومميزة. اتوفى الله يرحمه يوم 29 يناير 1998، ولسه صوته موجود بقوة في تسجيلات التلاوة لحد النهاردة.